لما بقى اكون محتاره ومش عارفه اعمل ايه ما بلجأش الا للاكله دي. عارفين ليه؟ لان كلها في حله واحده. حاجه كده سهله وبسيطه والبيت مليان بيها. مش هنشتري حاجه من بره ولا لحمه ولا فراخ. يلا نصلي على النبي في الكومنتات ونعمل شير ولايك ومتابعه، وهنجيب بقى حوالي ربع كوبايه من الزيت ننزل بيها في الحله بتاعتنا، وننزل بنص كوبايه من الشعريه. وقلبي بقى كل الكلام ده كويس جدا مع بعضه لحد ما الشعريه تاخد اللون الذهبي الحلو. اما بقى حاجة ان احنا نقلب كويس. اول ما تاخد اللون الذهبي بنزل بكوباية من الرز المصري العادي، بغسلها وبصفيها وبنزل بكوباية. طبعا لازم اسيب الرز لحد ما ينشف معايا تماما زي ما انتوا شايفين كده. انا مش مجرية الفيديو، انا ماشية مع الفيديو واحدة واحدة زي ما انتوا شايفين. اهم خطوة ان كل ما ننزل بمكون نسيبه لحد ما ينشف. بعد كده نزلت بكوباية من المكرونة القلم، أي بقى بواقي مكرونة عندك هنا هاتيها لي. وتعالي على طول هتجيبي كوباية الرز وشوية المكرونات مع الشعرية. هنقلب برضو المكرونة القلم كويس جدا 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 لحد ما تغلف بالزيت. بعد كده كان عندي نص كوباية بقى من المكرونة الصغيرة التحمير، رحت نزلت كمان بيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وقلبت بقى كويس قوي قوي. اهم حاجة زي ما اتفقنا ان احنا لازم كل ما ننزل بمكون نديله وقته في التقليب. ليه بقى؟ علشان يديكي نتيجة كويسة ان شاء الله يعني. نقلب كده كويس جدا. دلوقتي بقى نزلت كمان بنص كوباية صغيرة من المكرونة الخواتم. عايزة اقول لكم ان كل المكرونات اللي عندي دي كانت بواقي، حبة في كيس حبة في كيس حبة في كيس، فجمعتهم كلهم وقلت هعمل بيهم اكلة. قلبت بقى كل المكرونات مع بعضها. انا دلوقتي بقى كمان جبت ربع كيلو عدس اسمر، اللي هو العدس بجبة، ورحت غسلته وسبته منقوع حوالي ربع ساعة. وبعد كده رحت صفيته كويس قوي ونزلت بقى بيه على المكرونة والشعرية والمكرونات اللي احنا ضفناها. هنا لازم برضو تاخدي وقتك كويس قوي في التقليب لحد ما ينشف خالص. نزلت بملح، وكمان اللهم صل على سيدنا محمد معلقة كبيرة من الكمون ومعلقة من بهارات الفراخ. لو مش بتستخدموا الماجي خليكوا في بهارات الفراخ زي ما انا بعمل. وقلبت بقى كل الكلام ده كويس قوي قوي مع بعضه لحد ما نشف. ودلوقتي بقى انا بسخن ميه لان الكاتل بتاعي اتحرق. عارفين الكاتل بتاعي اتحرق والله جديد، بس يلا مش مهم، خد الشر وراح. فسخنت ميه في الحله كده ورحت غطيت بقى الكشري بتاعي يا دوبك كده عقله صباع، هي عقله صباع واحده. هنقلب بقى تاني. وبعد كده على طول بقى هنسيب النار عاليه لحد ما يتشرب. واول ما يتشرب هبتدي ان انا اوطي النار عليه شمعة خالص لحد ما يستوي تماما. دلوقتي يلا بقى على طول نجيب حله تانية وننزل بيها بمعلقتين زيت كده حلوين. ودقيت فصين من الثوم وحمرتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا والله العظيم انا عايزه اسجل الفيديو ده بقالي شويه والشارع كله بيتخانق ليل ونهار، انا مش عارفه فيه بس يلا مش مهم. بعد كده قلبت الثوم خليته فاتح ما يغمقش، ونزلت بلتر من الطماطم المعصوره. لو عندك بقى معلقه صلصه حطيها، مش هتقول لا وهتدي لون حلو جدا، بس انا ما كانش عندي قلت مش مشكله. نزلت بقى بفلفل اسود بالشكل ده. وبعد كده كمان ملح وكمون وكزبره. واخر حاجه بضيفها كمون وكزبره زي ما قلت لكم، ورشه رشه سكر. رشه سكر والملح زي ما انتوا عايزين. السكر علشان الحموضه اللي في الطماطم. تمام. تمام. هنقلب بقى كل الكلام ده كويس مع بعض، وزي ما قلت لكم لو في معلقه من الصلصه هتعزز الطعم واللون. ونغطي بقى ونسيبها لحد ما تتسبك ونرجع بقى نقدمها مع بعض. بصوا بقى انا كان عندي شويه حمص كده جبتهم غرفت طبق ورحت عملتهم كده شكل حلو. احنا ولا هنعمل دقه ولا هنعمل شطه، احنا كفايه علينا ان احنا نعمل الكشري. تمام. ولا بصل عشان ما حدش يخش يقول لي انتي ما عملتيش بصل. انا مش هعمل بصل، انا مش هعمل بصل. كيلو بصل ب60 جنيه والله ما هعمله. فلو انتي عايزه تعملي بصل اعملي ما يضرش.
دي بقى التسبيكة بتاعتي خليتها خفيفة. ليه خليتها خفيفة؟ عشان ما تخلصي، تقعد معانا فترة أكبر. وادي حلة الكشري عملناها ببواقي المكرونات اللي موجودة عندنا. بجد أكلة اقتصادية جدا وحلوة جدا، وأتمنى من كل قلبي تجربوها وتعجبكم، وما تنسوش الصلاة على النبي والشير واللايك والمتابعة، ودمتم بخير يا حبايب قلبي.